السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في الرحماني سنتر، أهلا وسهلا بكم. من مميزات سنتر الرحماني إن العظمة عنده ملهاش حدود، ودايما بيفاجئكم بكل جديد. معناه إيه الكلام دوت؟ أنا مش هقولك معناه وهخليك تشوف بنفسك معناه. طقم مثلا زي دوت لما تخش تشوفه عند الرحماني أهو، 6 استكانة. مش أي استكانة، بنكلمك في الاستكانة الروعة دي. استكانة واسعة من تحت، ضيقة من النص، واسعة من فوق، حاجة بشكل روعة وسادة. فيها المذهب وشفة دهب، وكمان طبق 6 طبق للاستكانة اللي هو القهوة. طب يعني عايزين نشوف الشكل كده مع بعض لما تقدم للضيف او تتحط في النيش، هتزين وهيبقى شكل روعة وشكل جميل. طيب ومعانا برضو 6 مج شاي. اتفرجوا، ده شغل طباعة زي ما انتم كده شايفين. مج روعة، ازازه صافي جدا زي كده ما حضراتكم شايفين. وادي الكوباية او الطبق بتاع المج. بس كده رحماني؟ لا، ده انا هخش لكم برضو على الجديد. ما انا بقول لكم الرحماني دايما عنده كل جديد. اول حاجة صينية هنحط عليها ال الكوبايات بتاعت الشاي. دي كوباية شاي، دي كده كوباية شاي. طب احنا طبعا بنبقى عارفين ان السكر بيتحط بره، هنحتاج له سكرية. ايه العظمة في السكرية دي يعني؟ بص حضرتك، السكرية دي كده اهي، وده كده غطا السكرية. اتفرجي كده معايا حضرتك، دي كده السكرية معايا بتتحط كده اهي. شيل، شايفين الغطا عامل ازاي؟ ده الشغل الجديد، الشغل اللي يتحط في النيش يزينه ويطلع للضيوف يتفاجئوا يقولوا لك انت جايبه الحاجه دي منين؟ هتقول لهم طبعا جايباها من الرحماني سنتر. لسه في شغل تاني، شغل مثلا استكانه زي كده، شايفين الروعه؟ شغل البلاتينيوم الجميل. القهوه نفسها شايفين التضليعات، شايفين صفايا الازاز، ومحطوطه على طبق سيلفر. يعني الطبق بقى ايه؟ الطبق كله سيلفر بيلمع. يعني اللي هيشوفه، يعني اللي هيتحط قدامه هيبقى كأنه محطوط له مراية يشوف فيها نفسه طبعا. تمام، هيبص فيها هيشوف شكله طبعا، وهو بيشرب القهوة برضه عشان لو في حاجة مش مظبوطة يبدأ يظبطها. لو بصينا برضه على اللطم، ادي صينية حفر زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي صينية حفر بإزاز جميل جدا وجودة روعة. وادي عندي، شايفين؟ مش هتكلم. يعني اصلا تحس ان الاستكانه جايه بطبقها، يعني تحس وهي محطوطه كده اهي ان هي الطبق بتاعها لازق فيها. حاجه روعه وحاجه جميله جدا ما شاء الله. يعني حاجه تزين اي بيت وتنور اي نيش. اهو، ادي دي اطقم شاي، عشان احنا طبعا مش عايزين نطول عليكم. اهي اطقم شاي كلها بالاستكانه بتاعتها. ادي شغل استكانه اهو. القهوة طبعا هي بتعدل المزاج، فالرحماني بقى طبعا عايز يعدل مزاجكم بشوية الشغل ده. يبقى القهوة بتبقى طعمها جميل، واللي بتشرب فيه جميل، تعدل الدماغ. يعني حاجة ما شاء الله. اهو الشغل اهو. وادي الصينية بتاعته و6 اطباق. تشكيل طبعا مختلف تماما عن اي تشكيل انت شفته قبل كده. في الملون، في السادة، في المذهب، في البلاتينيوم. يعني شايفين سيلفر، شايفين كل ايه؟ كلها حاجات مختلفة وحاجات جميلة، كلها تنور النيش وتزينه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.